شراء الذمم، منح المناصب على أساس الجهوية بدل منحها على أساس الكفاءة، هي تهم أطلقها عبد العزيز بالعيد رئيس جبهة المستقبل على السياسة المنتهجة في البلاد. المسؤولية اليوم في الجزائر أيضا تباع وتشترى. أنا شريت بلاصتي ويتباهوا بها، كان حتى نواب وكان ناس في السيناء وكان ناس في مراكز في القضاء في الجمارك في كل المؤسسات، كانت ناس تتباهى قال شريتها وهي قيمتها. وما نتكلمش على الجهوية القاتمة، معليش جيب بن عمك يسير، ولكن جيبوا أحسن واحد. بالعيد الذي نشط تجمعا شعبيا بقاعة عيسات إدير بولاية سكيكدا إحياء ليوم المجاهد المصادف ل20 أوت من كل سنة، أعاب سياسة الولاء للكتل والأشخاص في البلاد. ولات الجزائر اليوم الإنسان الإطار لما يخدم في بلاده لابد أن يعلن الولاء للأشخاص وللكتل باش يرضوا عليه، وليس الولاء لله وللوطن وللشعب. ولينا احنا السياسيين أيضا ولينا في سوق عكاظ نتباعوا ونتشراو، ولات الأحزاب عبارة عن لعبة. رئيس حزب المستقبل أكد أن الجزائر لا تعيش أزمة اقتصادية بالنظر للمقومات الاقتصادية التي تتوفر عليها البلاد، وإنما تعيش أزمة أخلاق ورجال بالدرجة الأولى.